السلام عليكم الغزالات ديالي، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم في قناه غزال شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم 4 من اسهل وألذ الوصفات اللي ممكن انكم تحضروها للفطور وتزينوا بها المائده ديالكم. غادي نحضر معكم في الاول هاد السلطه اللي كتجي غنيه ولذيذه، كيحماقوا عليها الوليدات وكتحضر بسرعه. الصراحه كتجي ولا اروع. غنشارك معكم كذلك هاد العصير الرائع لعشاق الحامض. غادي نوجدو معكم فقط بجوج حامضات، وغادي نزيد عليه واحد المكون اللي كيزيدو للذوق التوريه. كيف كتشوفوا معايا كيخرج كميه كبيره وكيجي لذيذ ومنعش. غنحضر معكم كذلك فلون كراميل اللي كيجي تماما بحال اللي كنشريو، سهل في التحضير ومكوناته بسيطه. كيف كتشاهدوا معايا كيجي متماسك وكيجي الكراميل ديالو سايح. الصراحه كيجي ولا اروع. اخر حاجه غادي نحضر معكم هاد الفطائر على شكل سمكه اللي كيجيو رقيين وخفاف. غادي نحضرهم بواحد العجينه اللي كتجي قطنيه وبحشوه خطيره. فبلا ما نطول عليكم كتر، نخليكم مع اول وصفه. اول حاجه غادي نبداو بتحضير السلطه ديالنا. غنحتاجو فيها 250 غرام ديال لي بات. هنا اختاريت ليفيس. كيف كتلاحظوا معايا سلقتهم من قبل مع شويه ديال الملحه. عندي كذلك شويه ديال الزيتون مقطع، فلفله مقطعه قطع صغيره، 3 المعالق كبار ديال المايونيز، علبه ديال المايز او الذره المعلبه، علبه ديال التون، وشويه ديال الكاشان مقطع مكعبات. في بول غادي نعمل لي بات ديالنا. غنزيد الفلفله، الكاشير، غنضيف كذلك الزيتون، المايز، التون، غنزيد صوص المايونيز، وغنضيف شويه ديال الربيع والمعدنوس. من الاحسن انكم تضيفوه طري. هنا غادي نزيد شويه ديال الابزار اللي هو الفلفل الاسود، وغادي نخلط الكل. كيف كتلاحظوا معايا ما ضفتش نهائيا الملح حيت ديجا المايونيز ديالنا مالح. هانتوما السلطه ديالنا واجده. كندخلوها الثلاجه باش كتبرد وكنعملوها في الطبق ديال التقديم. كنحاول اني نقدها في الطبق صافي وكنبدا نزينها. بالنسبه للتزيين فغادي نزين بشويه ديال الطون. غنعمل كذلك القطع ديال البيض، شويه ديال الزيتون الاسود، وهنا غادي نعمل شويه ديال لي طوماط سوريز. كنوزعهم بشكل عشوائي وكنقدمها بالصحه والراحه. وكيكون هذا هو الشكل ديال السلطه ديالنا، كتجي راقيه ولذيذه كيحماقوا عليها الاطفال وكذلك الكبار. كيف شفتوا معايا الطريقه ديالها سهله وكتوجد بالخف. كنتمنى فعلا انكم تجربوها. دابا غادي ندوزو باش نحضروا العصير ديالنا. غنحتاجو فيه الجوج حامضات، بنانه وحده، 3 المعالق كبار ديال السكر، علبه ديال الياغورت مذاق الموز، ولتر ديال الماء. اول حاجه خديت الحامض ديالنا وحكيت القشره ديالو واستخلصت منه العصير. هنا خفتو بشويه ديال الماء. صافي غادي ناخذ الكاس ديال الخلاط وغنعمل فيه العصير ديالنا. غنضيف عليه لي زيست، غنزيد علبه ديال الياغورت، البنان، وغنزيد عليهم لتر ديال الماء. غنسد الخليط ديالنا باحكام وغادي نطحنهم مزيان مع بعض حتى كيندمجوا. في هاد الاثناء غادي نزيد 3 المعالق كبار ديال السكر وغادي نستمر في الخلط. بعد ما كيتطحن العصير ديالنا غادي نصفيه في شي اناء باش كنتخلص من القشور وكندخلو للثلاجه باش كيبرد. كيكون هذا هو الشكل ديال العصير ديالنا بعد ما برد، كيجي منعش ولذيذ، مزيج بين جوج النكهات اللي كيتواتاو بشكل كبير. كيف شفتوا معايا سريع في التحضير وكيخرج كميه كبيره. كنتمنى فعلا انكم تجربوه.
ندوزو دابا باش نحضروا التحليه ديالنا. اول حاجه غادي نبداو بها هي اننا نحضروا الكراميل. غنحتاجو فيه نص كاس صغير ديال السكر، 4 كاس ديال الماء، ومعلقه صغيره ديال الزبده. في كاسروله على نار هادئه غادي نعمل السكر وغادي نخليه يذوب حتى كيولي كراميل. ضروري العافيه تكون مهيله باش ما كيتحرقش الكراميل ديالنا. هنا بعد ما كيذوب غادي نضيف الزبده وغنخلط بهذا الشكل هذا حتى كيندمجوا. صافي غادي نزيد 4 كاس ديال الماء وغادي نستمر في الخلط. هانتوما كنحصلوا لاصوص بهذا الشكل هذا. هنا خديت هاد العلب ديال الفلون بعد ما غسلتهم ونشفتهم مزيان من الماء وغادي نوزع فيهم الكراميل ديالنا. تقدروا ايضا تعملوه في الكؤوس. بعد ما كنسالي غادي نخليهم جانبا وغادي ندوزو باش نحضروا الفلون. غنحتاجو فيه نصف لتر ديال الحليب، 2 معالق كبار ديال السكر، بيضه، و2 اكياس ديال الفلون. في كاسروله غادي نعمل البيضه، غنزيد السكر وغنخلطهم جيدا حتى كيندمجوا. بعد ما كيندمجوا غادي نضيف الاكياس ديال الفلون وغادي نخلط. صافي غادي نزيد الحليب ديالنا وغنعمل الكل على النار مع التحريك المستمر حتى كيوصل الفلون للغليان. مباشره بعد ما كيغلى غادي نطفي عليه وغنوزعوه في الكؤوس. كنوزعوه بشكل متساوي وكنخليوه يدفى في سطح العمل وكندخلوه من بعد للثلاجه باش كيبرد وكيتماسك. كيكون هذا هو الشكل ديال الفلون كراميل ديالنا بعد ما برد، كيجي متماسك ولذيذ تماما بحال اللي كنشريو. كيف كتشاهدوا معايا الكراميل ديالو كيجي سايح وما كيقصحش. الصراحه كيجي ولا اروع. كنتمنى فعلا انكم تجربوه للسحور، فاكيد غادي يحماقوا عليه الوليدات. اول حاجه غادي نبداو بتحضير العجين. في اناء غادي نعمل معلقه كبيره ديال الخميره مع معلقه كبيره ديال السكر. غنزيد عليهم 2 كيسان ديال الحليب دافي وغادي نخلطهم مزيان مع بعض. بالنسبه لهاد الكاس فكياخذ 100 غرام. صافي بعد ما كتذوب لينا الخميره غادي نزيد 3 ديال الكيسان ديال الدقيق. دائما كنعبروا بنفس الكاس. غنضيف في الاول غير 2 كيسان وغادي نضيف الكاس اللي بقى من بعد. صافي غنخلطهم مزيان مع بعض حتى يندمجوا. بعد ما كنحصل العجين بهذا القوام غادي نخليه يرتاح واحد 10 ديال الدقائق وغادي نضيف باقي العناصر. مباشره بعد ما كدوز 10 ديال الدقائق غادي نضيف على الخليط ديالنا شويه ديال الملح وغنزيد كاس ديال الزيت. صافي غادي نخلطهم مع بعض وغنجمع الخليط ديالنا ب3 ديال الكيسان ديال الدقيق. غنضيفوه بشكل تدريجي.
بعد ما كيتجمع لينا العجين وكيولي بهذا القوام، غادي نخليه يختمر حتى يضاعف الحجم ديالو، وغادي ندوزو باش نحضروا الحشوه. غنحتاجو فيها البصله كبيره مقطعه مكعبات صغار، فلفل احمر واخضر مقطعين كذلك مكعبات، حبه من الجزر المبشور، و10 دراهم ديال الكفته. غنحتاجو كذلك الزيتون مقطع دوائر، شويه ديال البقدونس المفروم، ملح، كمون، كركم، شويه ديال السكنجبير، شويه ديال الابزار او الفلفل الاسود، وشويه ديال التحميره او البابريكا. في مقله عملت شويه ديال الزيت وخليتها تسخن. غنزيد عليها البصل، غنضيف كذلك الفلافل، وهنا غادي نزيد الجزر. غنحركهم مزيان بهذا الشكل حتى يتشحر. بعد ما كيتشحروا لينا الخضر غادي نضيف الكفته، وغنزيد عليها التوابل. غنحركهم مزيان بهذا الشكل حتى يندمجوا. هنا بعد ما طابت لينا الكفته غادي نزيد الربيع والمعدنوس، وغنزيد الزيتون مقطع دوائر. صافي غادي نخلطهم مزيان مع بعض، وكتكون الحشوه ديالنا واجده. غنخليها جانبا باش تبرد، وغادي ندوزو باش نتفقدوا العجين. هنا بعد ما اختم لينا غادي نفرغ منه الهواء، وغادي نقسمو على جوج. صافي غادي نرش سطح العمل بشويه ديال الدقيق، وغادي نبدا نسرحو فيه. حاولوا انكم ترقوه ما امكن. هانتوما هذا هو السمك المطلوب. غنحاول اني نقطع المستطيل مقاد، وغنقطعو من بعد الاربع مربعات. حاولوا انكم تخليوهم بنفس الحجم. صافي هنا غادي نحيد العجين الزائد، وغنوضع في وسط كل قطعه 2 ملاعق كبيره من الحشوه. بالنسبه للطريقه ديال التشكيل فغادي نحاول اني نقاد شويه الحشوه ديالنا، وغادي نجمع هاد الزوايا مع بعض. صافي غادي نثبت مزيان هاد الجوانب باش ما تحلش لينا في الطياب. باش نحصل على شكل السمكه غادي نجمع هاد الاطراف بهذا الشكل هذا، وغنثبتها مزيان. كيف كتلاحظوا معايا الطريقه سهله بزاف. صافي غادي ناخذ الفرشيط اللي دوزتها في شويه ديال الدقيق، وغادي نبدا نزين بها الجوانب بهذا الشكل. هانتوما هذا هو الشكل ديالها. غنحطها في صينيه الفرن اللي دهنتها بشويه ديال الزبده، وغادي نشكل معكم البقيه.
بالنسبه لهاد المقادير فخرجت لينا 12 قطعه. بعد ما ساليت الصينيه الاولى غادي نسقب الفطائر ديالنا بالكوردون باش ما يتفخوش لينا في الطياب. وغادي نقطع شويه من العجين في هذا الجانب باش نحدد التفاصيل ديال الفم. هنا كيف كتلاحظوا معايا خفقت بيضه مع شويه ديال قطرات الخل وغادي ندهن بها الفطائر ديالنا. اخر حاجه غادي نزين بالقطعه ديال الزيتون وغنرش عليهم شويه ديال البافو وشويه ديال الزنجلان. بالنسبه لهاد الفطائر فما كتختمرش مباشره بعد ما كنساليهم في التشكيل كندخلوهم للفرن اللي كنكونوا مسخنينه من قبل على 160 درجه وكنخليوهم يطيبوا ويتحمروا. وكيكون هذا هو الشكل النهائي ديال فطائر السمكه اللي شاركت معكم اليوم. كيجيو لذاذ ورطبين راقيين في الشكل وسهلين في التحضير. نتمنى انكم تجربوهم وتشاركوني صور تطبيقاتكم في حسابي على الانستغرام اللي غادي يبان لكم على الشاشه. اذا عجبتكم الوصفه ديال اليوم وصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات وشاركوه مع اصدقائكم. واذا كنتوا جداد بالقناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل الفيديوهات. كنشكركم على المتابعه والى الفيديو القادم ان شاء الله.